أنا علي محمود محمد عبد الونيس. عندي 34 سنة. استخدمت أسماء حركية أثناء عملي في الجناح المسلح لتنظيم الإخوان الإرهابي. أكثر من اسم: عمر وكريم والبرنس وآدم وهشام ومحمد فريد والصياد. وأخيرا استخدمت حركة حسم. من امتى ومصر فيها حركات؟ اسمعوا معايا بيان حركة حسم. استكمالا لجهود ملاحقة عناصر حركة حسم الإرهابية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية المتورطين في إعداد مخطط يستهدف الإضرار بمقدرات الدولة من خلال القيام بسلسلة من العمليات العدائية والدفع بعضوي الحركة: أحمد محمد عبد الرازق أحمد غنيم، إيهاب عبد اللطيف محمد عبد القادر، لتنفيذ عمليات تستهدف المنشآت الأمنية والاقتصادية بالبلاد. وما أسفرت عنه الجهود الأمنية بتاريخ 7 يوليو لعام 2025 من مداهمة مقر اختبائهما بمحافظة الجيزة وتبادل إطلاق النار معهما، مما أسفر عن مصرعهما واستشهاد أحد المواطنين وإصابة ضابط. فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من تتبع تحركات أحد أبرز العناصر القائمة على المخطط المشار إليه بالخارج، القيادي الإخواني الهارب علي محمود محمد عبد الونيس. وزارة الداخلية نزلت البيان ده لحركة جديدة في مصر بتنفذ عمليات تخريب في مقدرات الدولة الأمنية. البيان بيضم اسمين من أبرز قيادات الحركة وقعوا أثناء القبض عليهم وتبادل إطلاق النار مع الشرطة، وللأسف وقع شهيد من المواطنين وفي ضابط اتصاب، ربنا يقومه بالسلام. واللي بيدعم الكلام ده كل واحد اسمه علي محمد عبد الونيس، قيادي إخواني هارب وراه بلاوي كتير جدا، وعليه أكتر من حكم في مصر، ومنهم أحكام إعدام وأحكام مؤبد وحوارات كتير جدا. المهم عايز له حلقه لوحده. وللعلم اتقبض عليه واتجاب من قفال مصر. وانضميت لتنظيم الإخوان في فترة دراستي الجامعية في كلية الزراعة جامعة الأزهر، وأنا من زاوية البقلي مركز الشهداء محافظة المنوفية. وفي سنة 2012 تم تكليفي بالعمل في لجنة العمل العام، وبعدها توليت مسؤولية لجنة الحراك في جامعة الأزهر في القاهرة. في سنة 2014 انضميت للجنة العمل النوعي في جامعة الأزهر، ومنها تواصل معايا يحيى موسى وكلمني وعرض عليا فرصة السفر والتدريب في قطاع غزة. وبالفعل سافرت لقطاع غزة من خلال أحد الأنفاق، وتم تدريبي هناك على عدد من الدورات والتدريبات العسكرية زي مهارات الميدان ومضاد للدروع ومضاد الطيران وهندسة المتفجرات والقنص. وفضلت 4 شهور في قطاع غزة، وبعد كده تم رجوعي لمصر بتكليف من يحيى موسى لتنفيذ عدد من العمليات العسكرية والمسلحة داخل مصر، كان منها استهداف كمين العجيزي واستهداف مركز الشرطة في طنطا واغتيال اللواء عادل الرجائي تحت بيته في مدينة العبور. وبعدها تم تكليفي بالسفر لدولة الصومال ولاستكمال العمل من هناك. وهناك حاولنا تنفيذ عدد من العمليات العسكرية زي استهداف مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون في منطقة طرس. اللي خلى الأشكال الوسخة دي تظهر دلوقتي هو نفس اللي خلاها تظهر زمان، والهدف هو إثارة الجدل والفوضى، وطبعا عشان يخربوها وما تبقاش أمان. ولكن الكلام ده كان زمان. مصر هتفضل صلبة ومحفوظة بحفظ الله وبوحدة شعبها وقوة جيشها. وافتكروا إن دي هتكون آخر مرة هتسمعوا فيها عن حركة في مصر، لأن مصر ما فيهاش غير جيش وشرطة مسؤولين وقادرين يحموا. وأخيرا فولو ولايك وشير وصلى على النبي.